هي فنانة ممكن تكون كوميديان، وممكن برضو تقدم تراجيدي، وممكن تقدم واحدة من طبقة أرستقراطية، وممكن تكون شعبية جدا برضو. والفنانة دي هي عبلة كامل. طيب انا مش هكلمك عن بدايات عبلة كامل، انا هكلمك عن بعض الاعمال لعبلة كامل من وجهة نظري هي ابدعت في الاعمال دي جدا. يعني مثلا لو نروح كده لمسلسل مهم قوي عملته عبلة كامل، وهو مسلسل لن اعيش في جلباب ابي. المسلسل اللي فيه شخصية ايقونية، شخصية فاطمة كشري، والشخصية دي هي الشخصية اللي قدمتها عبلة كامل في المسلسل ده. هنا بقى عبلة كامل ابدعت في الشخصية دي قوي، من اول لما كانت بتبيع كشري في بداياتها خالص وشخصية بسيطة جدا، مرورا بقى لما بقت ام وعيالها بيكبروا وكده. اتفضلي. عجب الكشري بتاعنا. تسلم الايد اللي عملته. اجيب لك كمان. لا، على قد الحافه تمد رجليك. ولا يهمك، على حساب صاحب المحل. معلش، انا اكل على قد ما اقدر أكل. معلش خلي اول مره عندي. يبقى لي مره عندك. لو ربنا. يبقى لي مره ببلاش. وربنا. بس لا لازم وهنا طبعا المرحلة العمرية ليها بتتغير تماما، وعبلة كامل اتقنت الدور لدرجة ان هي اقنعتك ان هي امهم فعلا، مع ان ولادها في المسلسل دول هم قدها في السن في الحقيقة. وكمان هي عملت دور الست البسيطة الشعبية بشكل حلو جدا، حتى لما ربنا كرمهم بعد كده وبقى معاهم فلوس كتير، هي لسه برضو فاطمة كشري الست الشعبية البسيطة الاصيلة. وحفاظ عبلة كامل على الريتم ده طول المسلسل بصراحة ده بيدل ان هي فنانة مميزة جدا. واعتقد ان الكيمياء اللي بينها وبين نور الشريف في المسلسل ده كانت عالية قوي. والمسلسل طبعا ساعتها لما اتعرض حقق نجاح جماهيري كبير جدا، ومازال محقق نجاح جماهيري لحد دلوقتي، والناس بتتفرج على المسلسل ده باستمرار وهو عايش مع الناس. يعني انا كل ما المسلسل ده يتعرض بتفرج عليه كأني لسه بتفرج عليه اول مرة. مش عارف المسلسل ده فيه ايه بصراحة. ونروح بقى لدور مهم جدا في مسيرة عبلة كامل، وهو دور وصال في مسلسل اين قلبي. شوف بقى هنا التنوع اللي على اصوله. مش انت كنت عاوز تعرف قراري؟ انا مقدرش استغنى عنك، مقدرش اعيش من غيرك. وصال دي هي بتعتبر من طبقة غنية، وده عكس دورها تماما في فاطمة كشري. وعبلة كامل لما جت تلعب دور وصال ده ابدعت في الدور جامد جدا، وده بسبب موهبة عبلة كامل العالية قوي، وكمان بسبب الحوار اللي مكتوب بشكل جيد للمسلسل ده، واختيار العناصر اللي كانوا كويسين جدا زي يسرى وحسن حسني وتوفيق عبد الحميد. نروح بقى لمرحلة تانية خالص في تاريخ عبلة كامل في السينما. وعبلة كامل في الافلام دي بتقدم ادوار بعيدة تماما عن الكوميديا، زي فيلم وداعا يا بونابرت وهستيريا والطوفان. في الافلام دي عبلة كامل بتقدم ادوار تراجيدية وبعيدا عن الكوميديا. وبعد شوية بنلاقي عبلة كامل برضو بتقدم افلام كوميدية في السينما، زي فيلم الليمبي اللي بيعتبر من انجح افلام الالفية، وحقق ارقام عالية جدا في شباك التذاكر. ويمكن الفيلم ده هو اللي خلى محمد سعد نجم مصر الاول في شباك التذاكر، وخلاه يبقى نمبر 1 لفترة طويلة جدا في تحقيق الايرادات. عاوز الليمبي يقعد يبيع كبده. خلاص اطلع بقى شغلانه شرم الشيخ ونويبع. تصبح على خير. اتخيل ما تبقاش القلب مخرومه وتخرج على دماغه. وعبلة كامل بعد فيلم الليمبي تقدم افلام كتير جدا من بطولتها هي، زي فيلم كلم ماما وخالتي فرنسا وعودة الندلة وغيرهم من الافلام. ويمكن من اهم الافلام دي هو فيلم بولتية العين. اي نعم الفيلم ما حققش نجاح جماهيري كبير في شباك التذاكر في السينما، ولما اتعرض يمكن ما تشافش برضو بالنسبة اللي هي نقول الفيلم خد حقه فيها، ولكن الفيلم ده هو فيلم مهم جدا. ومن الاسباب اللي خلت الفيلم ده مهم جدا وحلو قوي هو انه فيلم واقعي جدا. ولو نروح بقى للدراما هنلاقي عبلة كامل بتقدم مسلسل عفاريت السيالة وشخصية رزقة، الشخصية الشعبية اللي ممكن تكون كوميدية في بعض الأحيان، وممكن تكون وشها مقفول في أحيان تانية وتراجيدية. ست من حارة شعبية ممكن يكون عندها هموم ومشاكل كتير، ولكن في نفس الوقت بتحاول ما تبينش دوت قدام عيلتها أو قدام ابنها اللي هي مربياه أو ابن أختها. طبعا اللي اتفرج على المسلسل أكيد فاهم أنا بتكلم عن إيه بالظبط. الميكس اللي في شخصية رزقة دي ما بين الكوميديا والتراجيديا قدرت عبلة كامل تقدمه بمنتهى البساطة والسهولة. وطبعا مسلسل عفاريت السيالة من المسلسلات اللي حققت نجاح كبير جدا لما اتعرضت، وانا بحب المسلسل ده جدا بصراحه. نروح بقى للمسلسل الاهم في مشوار عبلة كامل من وجهه نظري، وهو مسلسل ريا وسكينه. اكيد يعني مش هنخلص الحلقه دي غير لما نتكلم عن المسلسل ده. عبلة كامل عملت مسلسلات حلوه جدا، ولكن احلاهم هو مسلسل
مسلسل رايا وسكينة بصراحة، لان المسلسل ده هو اقرب ما يكون للقصة الحقيقية لرايا وسكينة اللي اتقدمت بشكل هستيري في السينما او في الدراما التلفزيونية، وفي منها الصح وفي منها الغلط وفي منها الاوفر وكل ده، ولكن مسلسل رايا وسكينة هو اقرب حاجة للواقع واقرب حاجة للحقيقة. وكمان اختيار عناصر المسلسل ده كان كويس جدا، وعبلة كامل بدور رايا في المسلسل ده كانت فعلا عالمية. من المشاهد بقى المهمة لرايا في المسلسل ده هي مشهد الاعتراف الاخير بكل الجرائم اللي هي عملتها قدام وكيل النيابة. انا ما موتش حد، عبد الرازق وعربي وحسب الله هما اللي كانوا بيموتوا. هنا لو تركز على رياكشنات عبلة كامل وتركز على ادائها التمثيلي انت هتفصل ان هي ممثلة اصلا. بصراحة عبلة كامل عملت الدور ده من الاخر يعني، وبتعتبر هي اعلى واحدة عملت دور رايا ده اصلا. والمسلسل ده حقق نجاح كبير ولسه برضه عايش مع الجمهور لغاية دلوقتي. عبلة كامل هي من اهم الممثلات في تاريخ السينما والدراما التلفزيونية المصرية. عبلة كامل تقدر تعمل مسلسل تقدم فيه الجد والكوميدي في نفس الوقت. عبلة كامل تستحق فعلا ان هي يتقال عليها ممثلة عالمية. واخر عمل قدمته عبلة كامل كان مسلسل سلسلة دم، واللي اتعمل منه اجزاء كتير جدا، ومن ساعتها عبلة كامل اختفت عن الساحة الفنية نهائيا، ما بنشوفلاش اخبار حتى. ويا ريت عبلة كامل الفترة الجاية دي ترجع تاني تقدم مسلسل او فيلم، لان هي فعلا تعتبر مكسب كبير للدراما المصرية او العربية بشكل عام. سيب لنا تحت في الكومنتات وقول لنا انت ايه اكتر عمل بتحبه لعبلة كامل كده، وشايف ان انت بتبقى مستقنيص وانت بتتفرج عليه. مستقنيص دي كلمة ادمت او من 2015. ما تنساش بقى لو وصلت لحد هنا في الحلقة تعمل لنا اللايك، سبسكرايب للقناة، تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول، وسلام.